تخيل انك قررت تبدأ على تيك توك، جبت الموبايل، ظبطت الإضاءة، صورت أول فيديو ونزلته. بعد أول 5 دقايق 17 مشاهدة، تعمل ريفرش، مبروك 23 مشاهدة. تعمل كمان ريفرش، لسه الموضوع 23 مشاهدة. فتبدأ تسأل السؤال اللي بيبوظ رحلة ناس كتير قبل ما تبدأ أصلا على تيك توك، وهو نفس السؤال اللي بتسأله لك الحاجة كل مرة تبدأ حاجة جديدة وبتفشل فيها: هو أنت أصلا يا ابني هتنفع؟ فقبل ما تحبط وتجلد في نفسك لازما تعرف قاعدة مهمة جدا، وهي إن النجاح كصانع محتوى مش بيبدأ من الفيديو اللي بيفرقع، وإنما بيبدأ من شوية توقعات لازم تظبطهم في دماغك الأول قبل ما تبدأ أو تبدأي صناعة محتوى على تيك توك أو على أي منصة على السوشيال ميديا. عشان كده في فيديو النهاردة هشارك معاكم 8 قواعد لو فهمتهم صح هتعرف تكمل وتستمر لحد ما تحقق هدفك على تيك توك أو على أي منصة تانية على السوشيال ميديا. العافية عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا تن 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 تن، اهلا تن 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 تن، اهلا 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 اهلا. ما خلاص يا وحش، في ايه؟ عايزين نبدا. القاعده الاولى: ما تختارش تيك توك عشان الناس قالت لك لازم تكون عليه، مش هل تيك توك عليه مشاهدات. والسؤال الاهم هو لما بتفتح الموبايل من نفسك يا ترى بتروح فين؟ ايه المنصه اللي ممكن تدخل عليها الساعه 10 بالليل وفجاه تكتشف ان الساعه بقت 5 الفجر وانت المفروض يا مدهول تنام عشان تصحى عشان عندك شغل بدري وهتتسوح تسويحه وحشه، او تروح تاني يوم الشغل وانت مطبق فتمسك الكلاينت في الشغل تديله العلقه التمام، او تاخد حبه الشجاعه وتقول لمديرك كل الكلام اللي انت كاتمه في قلبك وبالتالي تقعد تخرط ملوخيه في البيت. دي غالبا اشاره مهمه، مش انك طبعا تقعد تخرط ملوخيه في البيت، ولكن فكرة انت بتروح فين اول ما بتمسك موبايلك واني بلاتفورم بتقعد عليها. لان اسوأ سيناريو انك تختار منصة انت مش طايقها لمجرد ان حد قال لازم تكون عليها، فتبدأ متحمس، بعد اسبوع تحس ان الموضوع بقى تقيل، بعد شهر من النشر تحس ان الموضوع بقى واجب عليك وانت مجبر، فبعد شهرين تلاقي نفسك مختفي وبتقول انا محتاج اخد بريك من كل السوشيال ميديا. المشكلة هنا انك اخترت ملعب مش ملعبك من الاساس. لو بتحب تيك توك وطريقة المحتوى عليه ممتاز، كمل عليه واعمل محتوى عليه. لو مش بتحبه ما تجبرش نفسك، ولو مش فارقه معاك اي منصه وانت تمام مع كل المنصات يبقى دور على الطريقه اللي تخلي عمليه صناعه المحتوى نفسها ممتعه بالنسبه لك، لانك مش محتاج تستمتع في الحقيقه بكل فيديو انت بتعمله، بس محتاج تبني علاقه مع البروسيس كلها بتاع الكونتنت كرييشن تخليك قادر ترجع تعملها كل مره وتكررها وتبقى بشكل ما روتين ثابت في حياتك وفي يومك. ويمكن البرومت ده اللي ظهر قدامك على الشاشه لو دخلته لاي مود زي تشات جي بي تي او جيميناي او كلود هيسألك 10 أسئلة، هيحدد المنصة المناسبة ليك بناء على شخصيتك وشوية حاجات تانية. القاعدة رقم 2: صناعة المحتوى على تيك توك لازم تدخل حياتك مش تاكل حياتك. بص على أي صانع محتوى مستمر بقاله سنين على المنصة، غالبا هتكتشف حاجة مهمة عنده، وهي انه ما بقاش كل مرة محتاج يعمل اجتماع مجلس ادارة مع نفسه عشان يقرر هل يصور النهاردة ولا لا. التصوير دخل حياته فبقى جزء يومي من حياته. واحد بيصور يوم السبت، واحدة تاني بتكتب افكارها وهي في اوبر او في المواصلات، واحد عنده ساعتين كل خميس بيصور فيهم كل الفيديوهات بتاعت الاسبوع، واحدة بتوثق كل حاجة بتحصل لها اصلا في شغلها او في حياتها اليومية او في البيزنس الخاص بيها. الفكرة ان صناعة المحتوى تتحول من حدث ضخم انت بتحتاج تعمله طقوس وحاجات معينه لجزء طبيعي من يومك او من اسبوعك، زيه زي الجيم بالظبط. لو كل مره هتستنى الحماس ينزل عليك من السماء مفيش الكلام ده يا برو ويا بروها، عشان بس ايه محدش يجي يقول لي ان القناه دي ذكوريه وما عندهاش مساواه والحاجات دي. لا 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 لا، ما اسمحلكش بالكلام ده، احترم نفسك. هنا القناه بتؤمن بالعدل والمساواه بين الجنسين، وزي ما هقول يا برو هقول يا بروها في نص الشرح وفي نص الحاجات، لاننا هنا بنؤمن بالجميع. لكن لو رجعنا بشكل منطقي للي احنا كنا بنتكلم فيه، ان عاده صناعه المحتوى لازم تكون موجوده حتى في اليوم اللي انت حتى مش طايق تفتح الكاميرا فيه، وده مهم جدا لما الفيديوهات ما تجيبش ارقام، لانك لو بتقرر تعمل الفيديو الجاي بناء على اداء الفيديو اللي قبله فانت بشكل عملي سايب الالجوريزم تتحكم في مزاجك وجدول نشرك للفيديوهات اللي انت بتنزلها على السوشيال ميديا. فيديو جاب 80,000 تقول لنفسك انا اقسم بالله اجدع واعظم كونتنت كرييتر في التاريخ
ومفيش زي اتنين، ولا التاريخ جاب زي ولا هيجيب زي في الكونتنت كرييشن. وبكام يا كونتنت كرييشن وانا اشتريك؟ هوب الفيديو اللي بعده جاب 50 مشاهده، فتبدا تندب حظك وتبكي على الاطلال وتغني اشمعنى انا مستقصداني وجايه ليه دايما عليا، وهي اصلا الالجوريزم ما تعرفش بوجودك في الحياه يا بائس. لكن لو هنتكلم بجد بقى الصح، انت محتاج نظام يقول انا بنشر لان ده جزء من شغلي، مش لان فيديو امبارح اداني اذن ان اكمل، او عشان جاب فيوز كتيره فانا اتشجعت واكمل. ما تبداش تقول خلاص من بكره هنزل ديلي فلوجز كل يوم. مش مطلوب ابدا منك انك تعمل حاجه زي كده في الاول، ابدا بحاجه تقدر تعيش معاها. عشان كده البرومبت اللي موجود دلوقتي قدامك على الشاشه هيساعدك انك تحول صناعه المحتوى لروتين اسبوعي ويومي في حياتك، فبالتالي مع الوقت يتحول لعادة عندك. القاعدة رقم 3، مش كل فيديو على تيك توك مطلوب منه انه يفايرل. دي يمكن اصعب قاعده. تنزل فيديو تقعد مستنيه يطير 500 مشاهده، 800 مشاهده، 1200 مشاهده، وكان الله بالسر عليم يقف لحد كده. فتتعامل مع الموضوع كأن عندك شركه وخسرت وبتعلن افلاسها. بس مين قال ان وظيفه كل فيديو انه يجيب اصلا مليون مشاهده؟ لو هدفك تبني شغل من صناعه المحتوى وهدفك تشوف نتائج فعلا حقيقيه مع الوقت، انت مش محتاج لحظه نجاح واحده، انت محتاج حاجه تعيش معاك. فكر في نفسك بعد سنة او بعد 3 سنين، مش بعد 24 ساعة بس من نشر الفيديو. ممكن تمر في فترات النمو فيها يبقى بطيء بسبب تغيرات في الالجوريزم او ابديتس جديدة حصلت على البلاتفورمز المختلفة، وده مش بالضرورة شيء وحش، لان وانت صغير عندك فرصة تتعرف على الناس اللي بتتابعك اكتر، تقرأ التعليقات بتاعتهم، تفهم اسئلتهم، تعرف هم بيحبوا ايه، تبني جمهور صغير بس فعلا مهتم بكل حاجة انت بتقولها. زي ما انا كده بالظبط بقرأ التعليقات بتاعتكم وببقى مبسوط بيها جدا، وببقى مبسوط بكم الدعم اللي انتوا بتقدموه لي في كل تعليق بقراه وكل الرسائل اللي بتوصلني، ودي حاجه بتبسطني جدا. وكمان بعرف من الكومنتس اللي موجوده على الفيديوهات ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها او ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تتعلموها، فبتبقى من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. وبعدين مع الوقت انت هتحس انه لما يجي الفيديو بقى اللي هيوسع دايره الناس اللي موجوده عندك تكون جاهز. فاكر المثال القديم قوي ده اللي هو بتاع السلحفاه والارنب ومين الاسرع والكلام العبثي ده، اللي اقسم بالله لحد دلوقتي معرفش ايه الحكمه او ايه الغايه من الموضوع ده؟ للاسف هنستخدم نفس القصه دي هنا، بس المره دي هنعرف فعلا ان فيديو واحد بشكل مستمر كل مره احسن انك تبطل وتسكت خالص. عشان كده البرومبت اللي موجود دلوقتي قدامك على الشاشه هيخلي الاي اي يساعدك عشان تعدي من مرحله الاحباط في المرحله دي. القاعدة رقم 4، ما تعملش جدول نشر على تيك توك يخليك تكره حياتك. هتلاقي وانت قاعد على تيك توك او اي منصة تانية مرة اعرابي وقال لك انا بنزل 3 فيديوهات او انا بنزل 7 فيديوهات كل يوم، فتبدأ تقول 3 فيديوهات؟ ده انا بقالي يومين بصرخ بس وانا بختار الموسيقى المناسبة للفيديو بتاعي. هنا المقارنة كارثة في حد ذاتها، لانه ما تعرفش حياته عامله ازاي، هل عنده فريق ولا لا، بيشتغل كام ساعه، ايه المسؤوليات اللي عنده، هل هو فول تايمر اصلا لشغل الكونتنت كرييشن ولا بيعمل ايه تاني في حياته، طاقه الشخص دي نفسها عامله ازاي. فما تاخدش جدول نشر بتاع حد تاني وتحاول تلبسه لنفسك وحياتك بالعافيه. لو تقدر تعمل 3 فيديوهات قويه بس في الاسبوع ولمدة سنة بشكل مستمر، ده أحسن كتير جدا من 3 فيديوهات بتنزلهم كل يوم لمدة 12 يوم وبعدها تختفي شهرين. الإرهاق من صناعة المحتوى حقيقي. عشان كده السؤال مش إيه أقصى عدد من الفيديوهات أقدر أنزله بشكل يومي، لكن السؤال الطبيعي والمنطقي هو كم فيديو أقدر أعملهم واستمر عليهم لمدة 6 شهور وأنا لسه حاسس إني إنسان طبيعي. عشان كده البرومبت اللي ظاهر قدامك على الشاشة هيساعدك انك تصمم جدول خاص بيك انت وبقدراتك لمدة 6 شهور. القاعدة رقم 5، حط اهداف على تيك توك تقدر تتحكم فيها. عايز اوصل ل10,000 متابع، حلو، جميل جدا، ممتاز، كل حد في الحياة ده حق مشروع ان هو يوصل. بس هنا عندنا مشكلة لازم انت تخلي بالك منها، انت مش معاكي زرار مكتوب عليه 10,000 فولورز، وانس انك تدوسي عليه هتلاقي عندك 10,000 فولورز، لان ببساطة ما تقدريش تجبري حد يتابعك لو هو مش مهتم بالمحتوى اللي انت بتقدميه. لكن تقدري تقولي انا هنشر 3 فيديوهات كل اسبوع، او انا هجرب 10 هوكس مختلفة في الشهر ده، هتعلم مهارة جديدة في المونتاج او هطور نفسي في المونتاج، فبالتالي شكل الفيديوهات بتاعتي يبقى جذاب اكتر، او هحلل افضل 5 فيديوهات عندي واشوف ازاي اقدر احسنهم، او هحلل افضل 10 فيديوهات عند المنافسين بتوعي واللي بيعملوا نفس نوع المحتوى عشان اشوف ازاي ممكن اطور شكل المحتوى بتاعي، او هرد على التعليقات واهتم بيها في اسرع وقت. شايف الفرق هنا؟ عدد المتابعين دي نتيجة مع الوقت كده كده هتتحقق، انما الافعال
اللي انت هتعمليها دي في حد ذاتها قرارات. بدل ما لازم اوصل ل100,000 مشاهدة ولو ما وصلتيش ليها تحبطي وتلم علينا الناس وتحسي بالضياع، لا خليها هعمل 20 تجربة احسن بيهم اول 3 ثواني، لان اول 3 ثواني دول اهم حاجة في اي فيديوز بيتعمل. كده حتى لو الارقام ما اتحركتش بسرعة انت لسه بتكتسبي المهارة وبتطوري من نفسك، ومع الوقت هتحس فعلا بالنتيجة وتوصل للهدف ده. عشان كده البرومت ده هيساعدك وهيساعدك انك تحط اهداف تقدر تتحكم فيها على تيك توك. القاعدة رقم 6: ما تحاولش تبقى امبراطور السوشيال ميديا من اول اسبوع. انزل على تيك توك ولا انستجرام، في يوتيوب، لينكد ان، ثريدز، شورتس، بيقولوا ان الريلز بتجيب وبلا بلا بلا بلا، وفجأة تحس انك بتدير شركة اعلامية كبيرة من الأوضة. اهدى واتك على الصبر زي ما بيقولوا. لو انت لسه بتتعلم تعمل فيديو كويس اختار منصة واحدة، لان حتى فكرة هنزل نفس الفيديو على كل المنصات اللي هي بيسموها كونتنت ميرورنج دي اكبر كارثة ممكن تتعمل على السوشيال ميديا. بلس كمان ان مش كل الاسبكت ريشيو او كل مقاسات السوشيال ميديا زي بعض، فهتعمل اكسبورت مخصص لكل بلاتفورم، هتكتب كابشنز، هتتابع تعليقات، هتفتح الاناليتكس. فبدل ما كنت هتركز وتسأل نفسك ازاي اعمل الفيديو الجاي بشكل احسن، بقى دلوقتي الاسئلة اللي هتيجي في دماغك: ليه الفيديو ده جاب 17,000 مشاهدة على تيك توك وجاب 643؟ مش عارف ليه تحديدا 43، ليه مش 45 ولا ليه 50 وقفل الموضوع؟ لا، ليه 643 تحديدا على انستجرام؟ في البداية انت محتاج تصور كتير، تكتب كتير، تغلق كتير، وتفهم ايه اللي بيخلي الناس تكمل الفيديو، ايه الافتتاحية او الهوك اللي بتشتغل، وايه المواضيع اللي الجمهور بتاعك بيستجيب ليها. لما تفهم منصة واحدة صح وتكبر عليها، ساعتها فكر تنقل المحتوى بتاعك لمنصة تاني وتعمل محتوى يتناسب مع المنصات التانية، ووقتها انت هيبقى عندك قاعدة جماهيرية هتقدر تسندك وتدعمك لما تنقل على اي منصة تانية. ويمكن البرومت ده اللي ظاهر برضو قدامك على الشاشة هيساعدك في فكرة اختيار منصة واحدة أساسية في البداية كشخص مبتدئ. القاعدة رقم 7: ما تفكرش كإنفلونسر، فكر كصاحب مشروع. في فرق بين شخص بيقول هنزل فيديو والباقي على ربنا، وشخص بيسأل ليه الفيديو ده اشتغل، ليه الناس خرجت عند الثانية رقم 5 مثلا، ايه الموضوع اللي الجمهور بيسأل عليه بشكل مستمر، ايه المهارة اللي ناقصاني عشان المحتوى بتاعي يكون أقوى، ازاي المحتوى ده ممكن يبقى شغل حقيقي. النشر لوحده مش خطة في حد ذاتها، وانك تضغط ببلش على اي بلاتفورم سواء تيك توك او غيرها كل يوم وتستنى الفرج وتستنى ان الكون كله يكتشف الموهبة المدفونة اللي جواك مش خطة برضو. اتعلم، شوف فيديوهات، اسمع بودكاست اكتر عن الموضوع، اقرأ حال ناس شاطرة في مجالك، وحاول في البداية تقلدهم لحد ما توصل فعلا لشكل محتوى قيم وشكل محتوى جديد بعد كده تقدر تبدع فيه. ادرس كتابة السكريبت، ادرس الستوري تيلينج، افهم جمهورك بشكل كويس، اتعلم اساسيات البيع، اتعلم البيرسونال براندنج عشان بعد كده تعرف تسوق لخدماتك في الحاجات اللي انت بتتعلمها. فبالتالي سواء كنت تبقى كونتنت كرييتور، سوشيال ميديا سبيشالست، يو جي سي كرييتور، جرافيك ديزاينر، فيديو اديتور، و تعرف ازاي يجي لك كلاينت وتقفل معاهم الديلز. خلي كل فيديو فيه تجربة جديدة بتتعلم منها حاجة مختلفة، مش زي التذاكر القمار مستنية تكسب بالحظ. عشان كده البرومت اللي ظهر قدامك في الشاشة ده هيساعدك ان تحول حسابك على تيك توك كأنه مشروع محتوى صغير، ومع الوقت هيتطور وهيقولك بلان للموضوع ده. نيجي على آخر قاعدة، القاعدة رقم 8: السؤال الأهم قبل ما تنشر أي حاجة على تيك توك، وهو المشاهد هيستفيد إيه؟ تخيل إن واحد قرر إن هو يديك 60 ثانية من حياته. السؤال المنطقي هنا ليه؟ هو أخد إيه في المقابل؟ هل أخد منك معلومة؟ هل ضحكته؟ فكرة؟ انسبيريشن؟ حس احساس انه مش لوحده؟ حلت مشكلة عنده؟ ولا انت كنت بتتكلم وخلاص؟ القيمة هنا مش معناها انك لازما تطلع بسبورة وتشرح له اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي مثلا وازاي بتأثر على حياته لحد دلوقتي، وانما بتقدم له قيمة. القيمة دي ممكن انك تعلمه، او القيمة دي انه ممكن تضحكه بعد يوم شغل طويل ومقرف فتغير من موده، او واحد لانه بيوريك تجربة ما كنتش هتشوفها، او حتى المحتوى الترفيهي ممكن يقدم قيمة كبيرة. الفكرة انك تعرف انت بتدي الناس ايه عشان يخليهم دايما يرجعوا ليك ويحبوا يتفرجوا عليك. عشان كده بقترح عليك تمرير بسيط: هات 5 من صناع المحتوى اللي بتحب تتفرج عليهم وما تسألش ايه اللي عجبني فيهم، اسأل انا باخد ايه منهم. بعدين اقلب السؤال عليك: الناس المفروض تاخد ايه مني عشان تتابعني؟ لان رحلتك كصانع محتوى في جزء كبير منها هي رحلة اكتشاف اجابة السؤال ده. عشان كده البرومت برضو اللي هيظهر دلوقتي قدامك على الشاشة هيساعدك في الحتة دي،
وهيساعدك في إجابة السؤال بتاع المشاهد هيستفيد منك ايه. وفي الاخر لو صحيت بكرة وكان كل هدفك انك عايز فيديو يفرقع ويفيرال، ممكن تتعب بسرعة في رحلة صناعة المحتوى. لكن لو هدفك تختار منصة بتحبها، تدخل المحتوى في يومك وفي روتينك، تتقبل ان مش كل فيديو هينتشر هيوصل، تحافظ على طاقتك، تركز على حاجات تقدر تتحكم فيها، تتعلم وتطبق على منصة واحدة في الأول، تتعامل مع المحتوى كمشروع حقيقي، وكل مرة تسأل نفسك أنا قدمت إيه للشخص اللي بيتفرج. ساعتها أنت مش بس بتحاول تعمل فيديو ناجح، أنت بتتعلم إزاي تبقى صانع محتوى أحسن مع كل فيديو، ودي لعبة مختلفة تماما. وأول ما تقفل الفيديو ده ما تحاولش تطبق ال8 قواعد اللي اتكلمنا فيهم مرة واحدة، اختار واحدة بس وابدأ بيها في الفيديو بتاعك اللي جاي. في الآخر متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تتابع دايما الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل الفترة الجاية، وتنضم للجروب الخاص بينا اللي هينزل عليه كل البرومتس اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو ده، وبرومتس تانية هتساعدك في كل المجالات اللي احنا هنتكلم عليها. غير طبعا هتلاقي عليه محتوى كتير جدا لحاجات مختلفة. ولحد ما اشوفكم الفيديو اللي جاي، خلي بالكم من نفسكم وفوتكم بعافية.